اليهود من السبي إلى التهجير. لم يأتي الوجود اليهودي على أرض بلاد الرافدين مهد الحضارات طارئا أو ممتدا لحقبة تاريخية قصيرة، بل وجودهم الراسخ تاريخيا يعود إلى الألف الأول قبل الميلاد. ففي العام 722 قبل الميلاد قادت الإمبراطورية الآشورية حملة عسكرية كبيرة على مملكة إسرائيل، تمكنت من خلالها إزالة هذه المملكة من الخارطة السياسية للعالم القديم ونفي سكانها إلى مدن وقرى إمبراطورية آشور. أتبعها الملك البابلي نبوخذ نصر الثاني بحملتين عسكريتين على مملكة يهوذا في العامين 597 و586 قبل الميلاد، فقضى على المملكة المذكورة نهائيا ونقل سكانها إلى بابل بما عرف تاريخيا بالسبي البابلي لليهود. المعاملة الطيبة لسكان بلاد الرافدين إلى جانب مرسوم كورش الأخميني الشهير عام 539 قبل الميلاد أتاح ليهود بلاد الرافدين أقدم الطوائف اليهودية في العالم بأسره البقاء في أحضانها وتشكيل طائفة لا تنفصل ولا تجتزأ عن بنية شعب بلاد الرافدين على مر التاريخ. اقترن الوجود اليهودي في بلاد الرافدين بالسبي البابلي الأول والثاني، إلا أن جذوره تمتد إلى أبعد من ذلك بكثير حسب ما يؤرخه البعض، حيث تصل إلى عهد الإمبراطورية الآشورية عندما أحضرهم لأول مرة الملك الآشوري تجلات بلاصر الثالث الذي امتدت فترة حكمه ما بين عام 745 و 727 قبل الميلاد، وبعده الملك الآشوري سرجون الثاني الذي حكم أيضا ما بين العامين 722 و 705 قبل الميلاد، عندما أتى بأكثر من 27 ألف شخصا تم توزيعهم على المدن والقرى في المناطق الجبلية الوعرة في كردستان العراق. قبيل تأسيس الدولة العراقية كان ليهود العراق دور كبير في التجارة والثقافة والترجمة، بيد أن دورهم هذا كان يتراوح بين فترة وأخرى. فمثلا في العهد العباسي كانت بغداد المركز الديني لليهود حول العالم، وكان يتم توجيه جميع الإشكالات الدينية والفقهية إلى بغداد لينظر فيها كبار حاخامات اليهود، لكن الغزو المغولي أوقف هذا الازدهار ودمر العديد من الكنائس. وكان لأبناء الديانة اليهودية في العراق الحديث دور بارز وجلي في الحياة السياسية للعراق، وعملوا بجهد لتأسيس أركان الدولة عام 1921، ولكنهم ورغم 2700 عام من استمرارية وجودهم كمكون أصيل على أرض الرافدين تم طردهم وتهجيرهم في منتصف القرن الماضي بقرارات ناتجة عن التعصب القومي تجاه اليهود أدى لمسحهم من الحضارة العراقية، حيث حادثة الفرهود وحرمانهم من الجنسية العراقية سنة 1950 واستباحة حرماتهم والتنكيل بهم بعد ذلك عام 1951. ورغم كل ذلك ظل اليهود يحنون وبشغف كبير لبلاد الرافدين ويتذكرونها، فهي تلك الأرض التي احتضنتهم لأكثر من 2000 عام وضمت مراقد أنبيائهم ومناهل حضارتهم، لذا لا تزال قلوب اليهود عند دجلة وأبو نؤاس وخانقين والقيصرية والقوش وزاخو والديوانية رغم السنين والأميال. يتطلع اليهود إلى الشروق في بلاد الرافدين مرة أخرى بعد غروبهم عنها، ولكن للأسف العقبات كثيرة. شيرزاد مامساني ذو 39 عاما يقف منذ أكثر من عام ممثلا للطائفة اليهودية في إقليم كردستان العراق، والمدافع في الخط الأمامي عنهم بعدما أتاح قانون حماية حقوق المكونات في الإقليم الصادر من قبل برلمانه فتح ممثلية للطائفة على غرار الأديان والمكونات الأخرى. مامساني ومن على قلعة أربيل الشامخة يتحدث عن تاريخ يهود بلاد الرافدين وكردستان قائلا: مێژووی جوۆکانی عێراق دەگەڕێتەوە بۆ 1700 ساڵ کاتێک تاريخ يهود بلاد الرافدين يعود إلى السبي البابلي قبيل 1700 سنة وطردهم من قبل الآشوريين، لكن تاريخ يهود كردستان أقدم حيث يعود إلى 2700 سنة، أي أن يهود كردستان سكنوا بلاد الرافدين بما يزيد على أكثر من 1000 سنة قبل باقي اليهود في عموم المناطق الأخرى لبلاد الرافدين.
لقد سكن اليهود أغلب مناطق بلاد الرافدين وكردستان. بغداد مثلا كانت في فترة من الفترات يشكل اليهود نسبة 90% من مجمل سكانها، لكن مع الزمن وارتكاب الجرائم ضدهم وإسكان المسلمين والمسيحيين والمكونات الأخرى في بغداد قلت أعداد اليهود. وكان في جعبة مامسان الكثير ليسرد، فاستطرد قائلا: سابقا كانت مفاتيح السياسة والاقتصاد وحتى التعليم والنواحي الحياتية المهمة بيد اليهود بسبب الخبرة والمهارة التي يمتلكونها، لكن لم يكن لديهم حق التملك إلى أن أصبح ساسون حسقيل وزيرا للمالية وفسح لليهود حق التملك. أما في كردستان العراق فقد سمح لليهود التملك منذ الوهلات الأولى لسكنهم، كما أعطي لهم حق حمل الأسلحة كالخناجر والأسلحة المستخدمة خلافا للدول العربية جمعاء. لذا يعد إقليم كردستان العراق مقارنة بباقي مناطق العراق المنطقة الأأمن لليهود، حيث سجلت نماذج حقيقية عن دفاع المسلمين عن اليهود، مع الأخذ بالاعتبار أن يهود كردستان أقدم جالية في العالم. كردستان الموطن الأول ليهود بلاد الرافدين بعد النفي من أورشليم. تشير الشواهد التاريخية إلى جبال كردستان والأماكن المحيطة بها كأول مستقر لليهود في بلاد الرافدين عندما سوبوا من مملكتهم إسرائيل من قبل الآشوريين. الدراسات الديمغرافية التي أجراها أبراهام بن يعقوف قبيل قيام دولة إسرائيل عام 1948 تظهر وجود 146 تجمعا سكنيا يهوديا في كردستان، تتراوح أعدادهم ما بين 20 إلى 23 ألف نسمة بحسب ما توصل إليه يعقوف. قضاء زاخو الحدودي مع تركيا الذي يقع على بعد 53 كيلومترا شمال غرب دهوك يعتبره اليهود عاصمتهم الثانية بعد أورشليم، كونه ضمهم بعد سبيهم من إسرائيل. وظلت زاخو لقرون سكنى لليهود الذين شكلوا مع حلول منتصف القرن التاسع عشر الميلادي ما بين النصف إلى ثلثي عموم سكانها. مدير دائرة آثار المدينة محمد أحمد يقف عند حائط كنيس قديم لليهود في القضاء ليتكلم عنهم قائلا: بيش نمحلو جيول زاخو يكش محلت هرا معظنا باجر زاخو بري أوكنجيت جيل فيريبين. لقد سكن اليهود في زاخو منذ القدم، وكان لهم حي يعتبر من أكبر أحياء المدينة. هذه المنطقة التي نقف فيها هي حي اليهود، وهذا ما تبقى من الكنيس اليهودي والذي قمنا بمنع صاحب الدار من هدمه رغم أنه قد استملك. وسنحافظ على الإرث اليهودي في المدينة ونعتبره ثروة وطنية لا نستغني عنها، ونحاول أن نتخذه متحفا في المستقبل. زاخو كانت قديما تضم أكبر عدد من اليهود، لهذا فهي بمثابة العاصمة الثانية لهم. تكلم اليهود في بلاد الرافدين باللغة الآرامية. كانوا للوهلة الأولى منهمكين بالزراعة والحرف اليدوية، وفيما بعد تحولوا إلى التجارة. أما أربيل أو أربائيلو الاسم الآشوري للمدينة عاصمة كردستان العراق، تبعد عن بغداد بحوالي 360 كيلومترا. يعود الاستيطان في قلعتها الشامخة إلى 5000 سنة قبل الميلاد. ترجح الإحصائيات وجود حوالي 5000 يهودي فيها في عام 1920، حيث كان مجموع سكانها يناهز 106,000 نسمة. عمر فرهادي أو كما يسمى من قبل أقرانه الصحفيين بشيخ المراسلين، ولد عام 1938 في أربيل. يتحدث عن يهود مدينته وفي عيناه حسرات لأيام خوال مضت دونهم، ويقول: أبناء الطائفة اليهودية كانوا مسالمين، ولم تكن لديهم مشاكل مع المكونات الأخرى المتعايشة، إلا أن وجودهم لم يخلو من مواقف نادرة للمتطرفين، ولم يرغب أهالي أربيل بهجرتهم في الخمسينات من القرن الماضي. ها هو فرهادي يتجول في مبنى مدرسة أربيل الأولى، والتي تحولت إلى متحف تربوي وسط المدينة، ويتوقف هنا عند قاعة دانيال القصاب الأستاذ والرسام اليهودي الشهير في المدينة، ويتذكر فرهادي دراسته قائلا: درسني 3 أساتذة يهود، أحدهم درسني بين عامي 1945 1946 في مدرسة ابن المستوفي في محل الطيراوة، وكان أبوه تاجرا معروفا.
بعدها درسني الأستاذ زكي باروخ اللغة الإنجليزية عندما كنت في الصف الخامس الابتدائي بمدرسة أربيل الثانية. وأخيرا درسني الأستاذ فنحاس عزرا سليم. ولن أنسى موقف الأخير حيث زار إحدى المرات أبي الذي كان عالم دين في مرضه، وأعتبره دليل متانة العلاقة بين الكرد واليهود. فرهادي يردد كثيرا أوصاف أبناء الطائفة اليهودية ويمدحهم، كما أنه بيّن مرارا عدم رضا أهل المدينة من تهجير اليهود، مؤكدا أنه من مؤيدي عودتهم إلى كردستان، بل وأكثر من ذلك يشجع على إقامة علاقات سياسية بين كردستان وإسرائيل، كون الأخيرة كما يقول مع حقوق الشعب الكردي وتطلعاته. هنا وفي هذه المدينة أيضا سكن أبناء الطائفة اليهودية. تقع السليمانية شمال شرق كردستان العراق على بعد 221 ميلا من بغداد. تأسست عام 1784 عاصمة لإمارة بابان، وسميت باسم سليمان باشا حاكم بغداد حينها، وكان تعداد يهود سليمانية 1500 نسمة عام 1906، فيما تشير التقارير إلى وجود 1517 نسمة من اليهود سنة 1947. الرواية اليهودية ترجح إسكان اليهود في المدينة إلى قرار سليمان باشا مؤسس المدينة، وذلك بالاعتماد على عقيدة أسلافه القائلة بأن الله ينشر بركته على أي مكان يقيم فيه اليهود، فأمر بإسكان يهود منطقة قرداغ القريبة من المدينة في السليمانية. صديق صالح أحد مثقفي وكتاب المدينة عن تاريخ اليهود تحدث عن وجودهم قائلا: إن تاريخ اليهود في بلاد الرافدين خاصة في كردستان القديمة يروي أنهم عاشوا كإحدى المكونات الأساسية في أغلب المدن والقرى. أحد الخصال الأساسية لتاريخ السليمانية أنها كانت مسكنا لمكونات كثيرة، منها اليهود والمسيحيين وكذلك من كرد إيران ومناطق أخرى أيضا، متآلفين متعايشين لسنوات طويلة. فمنذ تأسيس السليمانية واليهود جزء أساسي من المدينة، ولهم حي خاص بهم باسم حي اليهود الذي شكل حيا واحدا من 7 أحياء في المدينة. التاريخ لم يذكر تسجيل أي حالة من التصادم بين السكان الكرد واليهود، بل بالعكس كان التعايش كبيرا بين مكونات المدينة. ويستأنف صديق صالح حواره مفضلا التحدث بلغة الأرقام، مستدركا بالقول: حسب إحصائية عام 1919 التي قام بها الإنجليز، كان عدد اليهود 1000 شخص من مجموع 155 ألف نسمة من تعداد السليمانية. وبحسب سجلات لبلدية السليمانية، فإن عدد دور حي اليهود في 1920 إلى 1922 كان حوالي 72 داراً. اشتهر اليهود في السليمانية بمهن عديدة كالصياغة مثلاً، والتي كانت هذه المهنة بيدهم غالباً. وفيما يتعلق بالحياة الثقافية ومشاركة اليهود يقول صديق صالح: كان اليهود يشاركون المسلمين مناسباتهم وتجمعاتهم، مثلا تجمع الناس في عامي 1921 و1922 لجمع الأموال لشراء مطبعة للسليمانية. وقت إدارة الشيخ محمود الحفيد شارك بعض من اليهود في جمع الأموال. صديق صالح من مؤسسة جين للطباعة والنشر في السليمانية يقول في مستهل كلامه أنه وأخيرا بات هنالك إقبال على اقتناء الكتب المتعلقة باليهود وتاريخهم في بلاد الرافدين وخاصة في كردستان، مستبعدا أن يكون لأهل السليمانية أي حساسية تجاه اليهود في حال رجوعهم إليها، بل إن الكرد يرون في اليهود مشاركا لمعاناتهم. اليهودية عند الإسلام ديانة توحيدية، نبيهم موسى المرسل إلى بني إسرائيل والذي تكلم مع الله في طور سيناء. يؤمن اليهود بأن بابل هي المكان الفعلي لهذه الديانة، والتوراة قد كتبها اليهود المقيمون فيها. وفي بابل يوجد قبر النبي اليهودي حزقيال أو ذو الكفل كما يسمى، فيهود بلاد الرافدين يعتبرون من أقدم الطوائف اليهودية في العالم.
عقيدة العودة إلى الأرض الموعودة حجر الزاوية في الديانة اليهودية، فبما أن هذه الديانة تبلورت بصورة واضحة بين اليهود المنفيين في بابل، فإنها قدست فكرة المنفى والعودة إلى الأرض الموعودة، أرض إسرائيل، التي يعتبرونها أرض الرب، والتي تفوق قدسيتها أي أرض أخرى، وهي الأرض التي سيعلن منها المسيح الخلاص بداية العصر الألفي آخر الزمان. وتعتبر عقرة إحدى الأقضية التابعة لمحافظة دهوك التي شكل اليهود نسبة 2.7 من مجموع سكانها عام 1929. تبعد عقرة حوالي 65 ميلا في الشمال الشرقي عن الموصل، حيث كان عدد اليهود فيها خلال النصف الثاني من القرن 19 وبدايات القرن 20 حوالي 300 شخص. اشتهر يهود المدينة بصناعة السيوف الفضية والخناجر الكردية. شيرزاد مامساني يؤكد تعايش سكان عقرة مع اليهود والمسلمين في صورة نموذجية خلافا لكل المناطق والبلدات الأخرى، قائلا في ذلك: عقرة من مدن كردستان العريقة، فقبل أكثر من 2200 عام سكن اليهود فيها، حيث كانوا في البداية أكثر من 200 عائلة يهودية. وبحسب إحصائية عام 1956 كان عدد العوائل اليهودية في حي اليهود بالمدينة يبلغ قرابة 400 عائلة. هاجرت حوالي 1320 عائلة أثناء التهجير إلى إسرائيل، ومنذ يومها حرم التعامل بأملاك اليهود التي باتت ملاذا آمنا أيام هجمات صدام للكرد المسلمين. يتحدث مامساني عن أن آغوات عقرة سمحوا لليهود في المدينة بحمل الأسلحة، وكان المسلمون قد قاموا بحماية اليهود من فرمان العثمانيين، ما أدى إلى منعهم من إبادتهم في تلك المنطقة. وفي أيام الفرهود في بغداد فإن مسلمي عقرة دافعوا عن اليهود. شيرزاد يشير بيده إلى المقابر في عقرة مستدلا بالتعايش ويقول: ئەوە گۆڕستانی ئاکرەیە، دیارە ئاکرێ سێ گۆڕستانی لێیە، جگە لەوەی کۆنترین گۆڕستانی جووەکانی ئاکرێ لە ناوچەی شوشە کە یەکەم جار جووەکان هاتنە دەڤەری ئاکرێ لە شوش نیشتەجێ بوون. مقبرة شوش القريبة من المدينة من أقدم مقابر يهود عقرة، وهنالك أيضا كنيس عليا لليهود وقبور للحاخامات الكبار فيها، ويدل وجود مقابر لليهود والمسلمين المشتركة كإثبات على روح التعايش في المدينة. وفي أقصى بلاد الرافدين حيث الحدود مع إيران عاش اليهود مع المكونات الأخرى لأزمان عديدة. خانقين إحدى أقضية محافظة ديالى يقسمها نهر الوند إلى قسمين، يعود تاريخها إلى القرن الثالث قبل الميلاد، وقد ورد اسمها في عهد الكاشانيين والإيلاميين والأكديين والسومريين، وكذلك الميديين والساسانيين. عزيز ياور أحد كتاب ومثقفي خانقين ألف كتبا عديدة تناول في بعضها اليهود وتاريخهم خاصة في مدينته. ياور حدثنا عن تاريخ اليهود مؤكدا: ناتوانين يعني سالك يعني فتريكي ديالك لو دابلين بو كجوكان هاتوا لتخانقين. لا نستطيع تحديد تاريخ معين لسكن اليهود في خانقين، لكن الواضح أنه بعد موت المسيح لجأ بعض طلابه لكردستان وخاصة كركوك لتبشير الدين المسيحي بين يهود الأسباط 10. من هنا أتوقع أن اليهود قد سكنوا خانقين قبيل حوالي 2000 سنة. في سنة 1931 حكومة العراق أصدرت قانون الطائفة الإسرائيلية الذين تواجدوا في ألوية بغداد، البصرة، الموصل والعمارة ومدينة خانقين. كان هنالك مجلس روحاني ومجلس جسماني لليهود في المدينة. يهود خانقين سكنوا هذه المنطقة القريبة من السوق والتي كانوا يتاجرون فيها. يتجول ياور بين بيوت الحي اليهودي ويتحدث عن تاريخهم في المدينة، ويتوقف عند سوقها ليقول لنا: هذه الأملاك وخاصة الدكاكين كانت لتاجر يهودي ثري باسم موشي حي، وبعدها يتمشى ليذهب بنا ويتوقف عند بيت التاجر المذكور ويحكي عن كرمه خاصة تجاه الفقراء. ياور لديه الكثير حول يهود مدينته، ويتكلم عن تنكيل كبير ارتكب بحق اليهود. هنا يتوقف عند كنيسة التوراة التي قد سويت بالأرض ولم يبقى لها أثر بعد عين، فيما يقول عن أعداد اليهود في خانقين:
قوتابیش تێدا خوێندووە بەڵام زیاتر لە بواری إن عدد اليهود كانوا في عام 1947 أكثر من 2000 يهودي في المدينة، سكن حوالي 1500 منهم في خانقين، ومورست بحقهم أساليب وحشية كما يسميها. ممثل الطائفة اليهودية شيرزاد مامساني الذي فقد يده اليمنى بعدما بدأ يكتب عن اليهود والكرد عام 1997 ما دفع بالإسلاميين المتشددين تنفيذ تفجيرات كثيرة ضده أدت إلى خسارة يده اليمنى. مامساني يتحدث عن تأثيرات مفتي القدس أمين الحسيني والذي سكن بلاد الرافدين في الأربعينيات على إثارة المشاعر ومن ثم ارتكاب أعمال وحشية ضد يهود بلاد الرافدين. ففي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، والذي بدأ بكارثة الفرهود وقتل أكثر من 100 يهودي في البداية، فيما يؤكد أن المجتمع الكردستاني حرم هذا ويشير إلى قيصرية أربيل والتي لا تزال حتى الساعة لليهود فيها أملاك. يقول مامساني متحدثا عن قلعة أربيل: لو قيصري هولير هتاوكو روجي أو روج تجارة كردن بزيو مالو ملشي جو للايان بياواني آيني مسلمان حرام كراوا. في هذه القلعة عاش اليهود مع المسلمين دون مشاكل تذكر على غرار محلة تعجيل، فقلعة أربيل كانت تضم سابقا كنيس يهودي يأتي إليه يهود أربيل مشيا على الأقدام كل يوم سبت، لكن الكنيس دمر من قبل نظام صدام، كما تعرض تراث اليهود ومعالمهم إلى التدمير بشكل كامل. وكمرحلة أولية نعمل بجدية كي نثبت المواقع اليهودية المقدسة ضمن المواقع السياحية لإقليم كردستان، كمقبرة النبي ناحوم ومنطقة شوش في عقرة، ومنطقة خابور التي خلق الإنسان عندها لأول مرة، وكنيس بارزان، ثم مقبرة دانيال في كركوك. حكومة الإقليم متحمسة لإعادة إعمار الأضرحة والمزارات اليهودية، لكنها للأسف تمر بأزمة مالية بسبب الحرب مع داعش. رغم الصور البديعة عن التسامح والتعايش، إلا أن ترنح أوضاع يهود بلاد الرافدين في العصور المختلفة بين اكتوائهم بنار التعصب والقومية والدين وتعرضهم لأشنع المآسي، فاليوم لا تسمع عبارة شالوم ماليخم أي السلام عليكم باللغة العربية من يهودي ينطقها بحرية مطلقة، ناهيك أن العين لا ترى سوى حارات وبيوت لليهود مهجورة ومدمرة. شيرزاد مامساني الذي يأمل باليوم الذي سيرى بعينيه عودة أبناء جلدته إلى مناطق سكناهم في بلاد الرافدين عموما، يؤكد أن ممثلية اليهود التي بات لها مقرا دائما في أربيل هي للتمثيل الديني لا السياسي، وأنهم في واد والسياسة في واد آخر، حيث يقول: مانجی نیسانی ساڵی 2014 یاسای مافی پێکاتەکان لە پەرلەمانی کوردستان پەسەند کرا. في نيسان 2015 تم التصديق على قانون حقوق المكونات من قبل برلمان كردستان، بحيث يتيح للمكونات أن يكون لهم ممثليات في وزارة الأوقاف. وقد افتتحنا ممثلية ليهود كردستان الذين ينقسمون إلى 3 أقسام، منها يهود بنجو وهم بالأصل أحد أجدادهم من اليهود، وتتواجد آلاف العوائل منهم في كردستان،
والذين أخفوا دياناتهم، كذلك اليهود الذين عادوا من إسرائيل بعد سنة 1991 وكذلك 2003، وأيضا هنالك الآلاف من اليهود ممن بقوا في كردستان ولم يعلنوا عن ديانتهم خوفا من ملاحقتهم. كنا نأمل أن تقوم حكومة العراق بفتح تمثيل لليهود في بلاد الرافدين وفتح الباب لعودة اليهود، لكن في ظل الظروف القاهرة فإن الأمر صعب التحقيق، كون المسلمين لا يستطيعون الكشف عن مذاهبهم في بعض الأحيان. تراث يتساقط. بدأ تراث اليهودي في بلاد الرافدين بالتلاشي أمام أعين لا تدمع ولا تهتم إلا لما يروق، فهجر التراث اليهودي وعدم الاهتمام به من قبل حكومة بلاد الرافدين والظروف الجوية القاهرة والإنسان أسباب أدت لاتخاذ دور العبادة تلك كمكبات للنفايات. هذا المرقد للنبي اليهودي ناحوم الذي عاش في القرن السابع قبل الميلاد، يقع في القوش القديمة التي تبعد 45 كيلومترا من الموصل. ناحوم أحد الأنبياء الصغار 12 عند اليهود، وهو كاتب إحدى أسفار العهد القديم والذي يصور دمار نينوى. ممثل الطائفة اليهودية في كردستان من داخل مزار النبي ناحوم يقول: ئێرە گۆڕی ناحوم ئەلقوشیە لە 12 پێغەمبەرەکەی جوو لە بچووکترین پێغەمبەرەکانی بەنی ئیسرائیلە. هذا قبر ناحوم الألقوشي من الأنبياء 12 لليهود، من أصغر أنبياء بني إسرائيل. ناحوم النبي الذي توقع سنة 625 قبل الميلاد أن الإمبراطورية الآشورية ستسقط. قبيل أكثر من 1500 سنة تم بناء هذا المعبد على شكل القبعة، كما اتخذ كمعهد لدراسة الدين اليهودي، مؤكدا من أن جزءا من الكتاب المقدس عند اليهود أي التوراة نزل من هنا، وكتب سفر ناحوم أيضا فيها. كما ويشير إلى توقعات النبي بسقوط نينوى وتدمير الإمبراطورية الآشورية من قبل الميديين قائلا: بچووکترین سفری تەورات سفری ناحومە. قارئ سفر ناحوم الجزء الأول والجزء 25 يرى أنه كان يتحدث عن الموصل، وأن هنالك أناس جاءوا بهم من خارج المنطقة وسيقتل المئات، والذين أتوا سيكون البعض منهم منشغلا باللهو وممارسة الجنس، والآخر بالقتل، وآخرين بالتجارة بالبشر، كما نرى اليوم ما يحصل في نينوى من قبل داعش. أخيرا ينتقد الحكومة العراقية بسبب إهمالها للمزارات والمراقد الدينية اليهودية التي باتت اليوم معرضة أكثر من أي وقت مضى للتدمير بسبب الظروف الجوية والإهمال القاسي. وينهي كلامه بحسرة قائلا: هذا تراث لكل مكونات ميزوبوتاميا ويجب الاهتمام به. ويذكر أنه في 6 من آيار عام 2003 دخل 16 جنديا أمريكيا من وحدة ألفا مقر مخابرات نظام صدام حسين المغمور بالمياه للتفتيش عن الأسلحة المحظورة، لكن قبو البناية كان يضم آلاف الوثائق والكتب المتعلقة بالطائفة اليهودية في بلاد الرافدين، ونفيت جميعها لخارج البلاد. يهود بلاد الرافدين شروق بعد الغروب. في 9 من آذار عام 1950 صادق البرلمان العراقي على قانون يقضي بالسماح لليهود بالهجرة من بلاد الرافدين شرط التنازل عن الجنسية العراقية وكافة ممتلكاتهم. وفي عيد الفصح اليهودي في العام ذاته كان الخروج من بلاد الرافدين والذي حمل اسم عزروة وناحمية، ولم يبقى سوى 5000 يهودي من أصل أكثر من 120,000. وفي عام 1952 صدر قانون سقوط الجنسية عنهم ورحل اليهود عن بلاد الرافدين، لكن ليس بلا رجعة، حيث اليوم بات في إقليم كردستان المئات من اليهود قد ظهروا، بعضهم عادوا من إسرائيل والآخرين كانوا يهودا يخفون ديانتهم لسنين طوال.
هذه مراسم السبت أو الشابات كما يسميها اليهود، والتي تقام في أربيل كل يوم سبت، حيث تجتمع أعداد من العائلات اليهودية من مناطق كردستان المختلفة بحضور ممثل لدين أو مكون آخر كل أسبوع، مع وجود رسمي لإحدى القنصليات الأجنبية في الإقليم. هذا المكان يعتبره اليهود المتواجدون فيها المكان الأكثر أمانا لممارسة طقوسهم فيها، مبتدئين بقطع الخبز وتوزيعه على الحضور، وبعدها تبدأ التراتيل والتبريك وقراءة نصوص التوراة. هنا يجتمع ممثلي أديان مختلفة يتباحثون في الأمور الدينية بروح تميزها الأخوة والتعايش السلمي على مأدبة عشاء لائقة في مكان يقتل الناس على الهوية على بعد أميال منه. هذا الشاب من ذوي الأصول اليهودية في أواخر الثلاثينيات من عمره يفضل عدم الظهور علنا أمام الكاميرا. يقول متحدثا عن هذه المراسيم التي تواجد فيها: إنني يهودي، سابقا كنت أخفي ديانتي بسبب وجود المتطرفين، لكن اليوم والحمد لله يوجد انفتاح كبير علينا، لكن المتطرفين موجودون في كل مكان، لذا سأظل أخفي ديانتي إلى أن يأتي يوم نمارس فيه طقوسنا وشعائرنا مع أقراننا بحرية. وإن كردستان منطقة آمنة توجد فيها حرية أكثر من باقي مناطق بلاد الرافدين للمكونات وأبناء الأديان غير المسلمة إلى حد ما. هجر اليهود وانتزعت حقوق المواطنة منهم وأصبحوا غرباء عن تربة الوطن، لكن بلاد الرافدين لا تزال تنزف وتعاني العليل، فهنالك أطراف أخرى بدأت تتهاوى بسبب الإرهاب والسلاح والقرارات التعسفية التي لا يهمها غير الرصاص والقتل. ولم يبقى الحسين المغدور به الأول والأخير في بلاد الرافدين، بل غدر باليهود كما غدر بالمسيح وأبنائه. اليهود في العراق سكنوا أغلب المناطق من الشمال لجنوبه والوسط، فكويسنجاق وكربلاء فالنجف، دهوك وراوندوز وحلبشة والرمادي والفلوجة إلى كركوك التي تضم قبر النبي دانيال، العمارة والكوت والديوانية. ولا يزال الأهالي يتذكرون ويتناقلون الأحاديث والقصص عنهم كما لو أنهم موجودين معهم الآن.